بسم الله. أول حاجة كده معايا بطاطس مقطعاها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، ومعايا بصلتين كبار مقطعاهم برضو شرايح بالشكل ده، فصين توم مفرومين، فلفل حامي لو ما بتحبوهوش بدليه ببارد، والبهارات بتاعتي ملح وفلفل اسود بس، شوية كده من الزيت معلقتين تلاتة، ونقلب الكلام ده كله مع بعض. وكل ما كانت البهارات بسيطة في الوصفة بتاعتنا أو في الطبخة بتاعتنا، كل ما طعم الطبخة بتاعتنا باين كده وبقت جميلة. خلاص خلصتها كده هاسيبها على جنب ونيجي للفراخ. معايا طاسة على النار فيها معلقة زبدة كبيرة، رشيت الزبدة دي بشوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود وبس كده. هانزل بالفراخ بتاعتي اللي طبعًا مغسولة كويس جدًا، جدًا ومنقوعة في محلول كده، وكمان غسلتها بالدقيق وشطفتها وصفيتها. تمام كده، اغسليها بالطريقة اللي تريحِك والطريقة اللي ترضيكِ، المهم إن هي تبقى نضيفة وزي الفل. تمام. حطيتها زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، وبرضه اديتها رشة من فوق بالملح والفلفل الأسود، واللي هيتحمر هاطلّعه وهاحط باقي الفرخة برضه هاحمّره بنفس الطريقة. بس كده، بس كده الموضوع سهل خالص وما فيهوش أي حاجة، زي ما حطيت فلفل أسود وملح هاحط برضه من فوق كده فلفل أسود وملح، وهتتحمر واشيلها في طبق على جنب. نسيب بقى البهاريز دي في حالها؟ لأ طبعًا، نجيب بقى طماطم ضاربينها كده في الكبة أو في الخلاط، وننزل بيها بقى على كل البهاريز اللي فاضت من الفراخ دي، ونسيب الطماطم تتسبك شوية كده، وبعد كده ناخدها ننزل بيها على البطاطس بتاعتنا. طبعًا أنا ما حطيتش ملح ولا فلفل، لإن إحنا طبعًا كنا حاطين وإحنا بنحط الفراخ. قلبتهم كويس جدًا مع بعض بالشكل ده، وجبت بقى الفراخ اللي كنت حاطاها على الطبق، هارصها على الصينية بتاعتي كده من فوق، وبس كده. هاضيف بس كوباية مَيّة صغيرة كده أو نُص كوباية مَيّة تكون سخنة بتغلي، مش هاكتر أكتر من كده. بس كده. هاجيب ورقة زبدة أحطها كده، وبعد كده أغلفها بورقة فويل، عايزة أكمرها كويس جدًا، جدًا عشان لمّا تدخل الفرن تستوي. طبعًا باسخّن الفرن عندي على درجة حرارة عالية، أعلى درجة حرارة عندِك بنحطه في الرف اللي تحت خالص اللي هو أقرب حاجة للنار، نُص ساعة. بعد كده بنكشف من عليها الغطا وناخد من الصوص بتاعها بفرشة كده، وندهن وش الفراخ بتاعتنا، وبعد كده نحطها على الرف الوسطاني ونسيبها بقى تتشمّع كده وتاخد لون. على فكرة أنا ما شغّلتلهاش الشواية وهي خدت لون بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، بُصّوا عاملة إزاي. بجد بقى نرجع لأكلاتنا ووصفاتنا بتاعة زمان اللي ما فيهاش بهارات كتير وطعمها بيبقى مميز كده وغني. البطاطس بجد خطيرة، والفراخ تحفة، تحفة، تحفة. شايفين فاتحة وبيضة إزاي من جوّه، وبجد طعمها وريحتها فظيعة. وأنا كمان حطيت لها فحم عشان نكمّل الريحة. بألف هنا وشفا وبس كده.